منى عشماوي، قناة الجديد اللبنانية. الحقيقة يعني دائما وأبدا أحترم صراحتك يعني الوزير. في البداية يعني لماذا لم تأخذ الجامعة العربية ردة الفعل وهذه العقوبات تجاه البحرين مثلا، وهي ادخلت درع الجزيرة، وهناك تقرير خرج منذ يومين وقال بأن هناك مهازل إنسانية حدثت في البحرين، وهناك يعني شعوب أبيدت ولم نرى هذه العقوبات، فأرجو أن تجاوبني بهذه الصراحة. أنا بجاوبك بنفس الصراحة، وأنا أحترم أسئلتك لأن أسئلتك حساسة ومدروسة جيدا، وهذا كلام مثل ما يقولون كلام حق أريد به باطل. فخليني أجاوبك. لما تتكلمين عن البحرين ونتكلم عن 3-4 وفيات حصلت في البحرين، وأن الحكومة البحرينية، وأنا لست مسؤولا عن الحكومة البحرينية، الحكومة البحرينية الملك يقرر تشكيل لجنة دولية تنظر في هذا الموضوع وتتخذ إجراءات، والدين الحكومة وتعترف الحكومة، ويقوم الملك يقول أنا حنفذ تقرير بالكامل، وأنا حعوض، وأنا حأعمل محكمة وحط لك كذا، ويستجيب لكل ما أتى في ذلك. ما هو المطلوب أكثر من قيادة من هذا الموضوع؟ هذا نقطة. اتفق اختلف معاهم مع البحرين، هذا موضوع ثاني تماما. أنا لا أدافع عن البحرين. قوات درع الجزيرة لما راحت، هناك اتفاق في مجلس التعاون، وثيقة واضحة. هل شفتي قوات درع الجزيرة تقمع الشعب البحريني، أم كانت هناك موجودة فقط لعدم تدخلات أجنبية قالت عنها حكومة البحرين، سواء صدق أو مو صدق؟ كان هناك طلب من أي دولة. القانون في مجلس التعاون يقول إذا أي دولة من دول مجلس التعاون طلبت قوات، على الدول الثانية أن ترسل فورا. هناك ميثاق، ومجلس التعاون يحاول أنه ينفذ الميثاق اللي بينه كدول مجلس التعاون. طبعا مجلس التعاون هو مثل بؤرة صغيرة في العالم العربي. هذه نقطة.